الخوت واحد السلام عليكم. هنا عندنا المناظرة الثانية حول موضوع قيمة الشخص. كنشوف واحد القهوة قديمة فيها 5 الفلاسفة جالسين فوق الطابلة، كاين اتاي والحلوى وكتاب ديال الفلسفة مفتوح. اجي تشوف قهوة الفلاسفة. اليوم غادي نناقشوا في واحد السؤال اللي كبير: منين كتجي قيمة الشخص؟ واش هو وسيلة ولا غاية؟ واش قيمته كونية ولا كتبدل؟ فريدريك هيجل كيشرب اتاي وكيقول بوجه بادل: انا نقول لك الانسان قيمته كتبان فاش يدير شي حاجه للتاريخ، والا راه غير رقم، وسيله. التاريخ كيدوز عليه بحال الترين. كانت كينفخ في اتاي كيدير وجه جدي وكيرد عليه: واش بغيتو تستعملوا الانسان بحال السبرديله؟ انا ضد. الشخص راه غاية في ذاته ماشي وسيله، عنده عقل، عنده كرامه، حشومه. غوستروف كيدير قطعة ديال الحلوى في اتاي وكيضحك. انا نقول لكم حاجه وحده: اللي ما كيعيش مع الناس ما عنده حتى قيمه. قيمتنا في بعضياتنا، التعايش، المشاركه. يعني واخا تكون فيلسوف خاصك شي حد يضحك معاك ويشرب معاك كاس تاع اتاي. وكل واحد كيشرب اتاي وكيضحك. وانت شنو كتظن؟ قيمتك فين؟ في العقل، التاريخ، ولا في الصحبه الزوينه؟ خلي لي رايك في كومنتيرات، وبلا ما تنسى دير جيم، بارطاج مع صحابك، ورجع للقرايه، راه الباك قرب.